ما كذبوش الناس القدام الاخوان فاش قالوا لا شفتوا شي علاقه ولا شي جوج متفاهمين مع بعضياتهم عرف باللي الحمل كاين على واحد فيهم غير باش تستمر هاد العلاقه. القصه ديال اليوم الاخوان ديال الاخت السعديه هي اللي غادا تكون هزه واحد الحمل واللي غادا تكون صابره على شحال من حاجه غير باش تستمر واحد العلاقه زوجيه. ولكن شنو غادي يوقع في الاخر؟ واحد الصدمه اللي حتى شي واحد ما كان كيتوقعها. اشنو وقع واشنو صرا لهاد السعديه؟ هادشي كله غادي نعرفوه في الحلقه ديال اليوم الاخوان، خليكم معنا. قبل ما نبداو الحلقه ديالنا الاخوان كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم والتعاليق ديالكم زوينه وبزاف. وكنبغي نقول الاخوان اللي اول مره كيشاهدوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش تدعمونا نزيدوا نقدموا المزيد ان شاء الله. ونبداو القصه ديالنا على بركه الله. السعديه في عمرها 45 سنه، كبرات وتربات في واحد البوادي قريب لمدينه تطوان، في واحد الاسره اللي على قد الحال كيف ما كنقولوا مقاتلين مع الزمان. السعديه من صغرها مسكينه وهي خدامه على والديها، بحكم ان عندها الاب ديالها والام ديالها ناس كبار ما كيقدروا يخدموا ما كيقدروا حتى شي حاجه. من كانت في عمرها 18 سنه وهي كتخدم باش كتخلص لهم الكرا وكتجيب مصاريف باش يقدروا يعيشوا كاملين بهم. السعديه جاو فيها بزاف ديال الخطاب، ولكن كانت ديما كترفض انها تزوج غير باش تبقى مع والديها وتقدر تصرف عليهم، لحقاش لا تزوجات ما كاينش اللي غادي يوفر لهم السكن ولا يصرف على والديها. السعديه كانت كتخدم في اي حاجه، كتمشي تخدم في الفريصه، كتمشي تخدم في الديور، في اي حاجه كتخدم الاخوان باش كتجيب ديك الفلوس اللي تخلص الكرا وتخلص المعيشه لوالديها. واحد النهار الاخوان الوالدين ديالها كيتوصلوا بواحد الدعم من الدوله انهم غادي يبقاو يشدوا واحد المبلغ رمزي كل شهر، وهنا الاب ديالها غادي يقدر انه يتكلف بالمصاريف ديال الكراء وباش انه يعيش هو والزوجه ديالو. هنا البنت بقات كتفكر انها تزوج. جا واحد الولد يخطبها من الدوار ديالهم النيت، البنت وافقات. الاب والام ديالها قالوا لها ماشي مشكله بنتي، غير هو الولد كيف ما كنعرفوا الولد ما خدامش، يعني مازال عايش مع باه، يعني من الاحسن لو انه يخدم هكا تقدري تعيشي حتى انت مرتاحه وتقدري ترتاحي، راه انت من الصغر ديالك وانت خدامه ومكرفسه بنتي. المهم البنت توكلت على الله وتزوجات بداك الولد، وفعلا داك الولد كان خدام، دوزت معاه تقريبا سنه وهو خدام وما خاصها حتى شي خير. ولدات البنيته الاولى، وهنا غادا تبدل شحال من حاجه. الزوج ديالها غادي يجلس من الخدمه، ما غاديش يبقى خدام الاخوان، غادي يبقى جالس غير في الدار وهي ساكنه مع والديه. هنا الاب ديال الزوج ديالها غادي يبقى يصرف عليها الاخوان، يبقى يصرف عليهم اكثر من 6 شهور والزوج يعني ما لاقيش خدمه. وهي صابره معاه مسكينه كتقول دابا يلقى الخدمه دابا يلقى الخدمه دابا يلقى الخدمه. ولاني اكتشفت باللي انه ماشي ما لاقيش الخدمه، هو الراجل ما باغيش يخدم، تبلا بالحشيش تبلا بالقصارات، يعني كيجي حتى نص الليل وكينعس. فاش كتهضر معاه السعديه كتقول له خصك تخدم، راه عندنا بنيته وراه خصنا ماشي ديما نبقاو مع والديك. كينوض هو كيضربها وكيتكرفس عليها. السعديه عيات صابره الاخوان، يعني صبرات معاه اكثر من العام على نفس الوضعيه، فيما كتهضر معاه كينوض يضربها. واحد النهار الاب ديال زوج السعديه الاخوان ما قدرش يصبر، قال لها هضري مع راجلك خاصو يخرج يخدم على راساتو، انا راه ما نقدرش نتكلف بكم نتوما بثلاثه بكم، هادشي بزاف عليا. هنا الاخوان السعديه ما قدرتش تصبر، خرجات تخدم حتى هي الاخوان باش تعاون الزوج ديالها، يعني رجعت للعاده ديالها القديمه، تمشي تخدم في الفريصه، تمشي تخدم في الديور، تخدم في اي حاجه غير باش تكبر البنيته ديالها وتعاون الراجل ديالها. يعني الاخوان السعديه كانت كدوز نهار كامل خدام، بالليل فاش كتجي للدار خاصها تعطي للراجل باش يشري البليه ديالو، ولا مشات غير هضرت معاه وقالت له خصك تخدم ولا جمع راسك كينوض كيضربها وكيتكرفس عليها الاخوان. السعديه صبرات اكثر من 3 سنين على نفس الحاله الاخوان، وحتى شي حاجه ما تبدلات في ذاك الراجل. كيف ما قلت لكم الاخوان في الاول القصه، لا شفتي شي جوج مع بعضياتهم عرف باللي ان الحمل كاين على واحد الاخوان. المهم السعديه مسكينه
كانت متحمله هذا العبء كله الاخوان، يعني كيتكرفص عليها وما خدامش، وهي كتجيب فلوس وتعطيه باش يشري البليه، غير باش ما ترجعش للدار ديال والديها، غير باش ما تسمعش الهضره ديال الناس انها طلقات وعندها بنيتها. واحد النهار الصديقه ديال السعوديه الاخوان كتجي عندها وكتقول لها حتى لامتى غادا تبقاي خدامه مع الناس في الديور والفريصه، يعني علاش ما ديريش واحد الكريريصه ديالك وتبيعي فيها الخبز وتبيعي فيها اللبن وشحال من حاجه في الطريق، يعني وترزقي الله وبشويه بشويه وغادا تجمعي راس المال. السعديه داكشي اللي دارت الاخوان، دارت واحد الكريريصه وبقات كتبيع فيها الخبز وتبيع فيها اللبن وصايكوك ما بين الطريق ديال تطوان وطنجه، فواحد البلاصه كيقولوا لها عين الحصن الاخوان، راه الناس اللي ساكنين في ديك المنطقه غادي يعرفوها. المهم الاخت السعوديه بدات المشروع ديالها بشويه بشويه كيف ما كنقولوا، وجاب الله التيسير، يعني الاخت تشهرات ولاو الناس كيجيو من اي بلاصه باش كيشربوا ديك الصايكوك ديالها، والامور تيسرات ليها الاخوان. السعديه دوزت اكثر من عامين الاخوان في ديك الخدمه، يعني جمعات واحد المبلغ ديال الفلوس وبقات كتفكر انها خاصها تبني الدار ديالها الاخوان، لحقاش راه اكثر من 3 سنين وهي ساكنه غير مع العائله ديال راجلها. هنا الزوج ديالها غادي يقول لها الاب ديالي غادي يعطينا واحد الارض ونبنيوها حنايا ونسكنوا فيها. السعديه فاش قالت هاد الهضره للاب ديالها والام ديالها كاع ما وافقوا، قالوا لها بنتي حنا انت عارفه حنا غير كاريين، عندنا واحد الارض نعطيوها لك بنيها بنتي وسكني فيها انت وراجلك، كتبقى الارض ديال باك، يعني راه عمري غادي نفكر نحيدها ليك ولا شي حاجه. اما الا بنيتي في الارض ديال باه ديال راجلك بنتي الدنيا والزمان يقدر في اي وقت تفارقي مع ديك الراجل يديو لك ديك الارض ويديو لك كل شيء. وفعلا السعديه هادشي اللي دارت، بنات في الارض اللي عطاها الاب ديالها. تما الزوج ديالها الاخوان ما عجبوش الحال وبقى فيه الحال وتخاصم معها. دازت شهر تقريبا، الزوج ديال السعديه قال لي راني لقيت واحد الخدمه في الدوار اللي مقابل معانا، غادي نمشي غادي نكون عساس تما في واحد الدار، وغادي نبقى نغبر، غادي نبقى نجي مره في الشهر مره في شهرين، الخدمه هي هذه. السعديه مسكينه يعني واخا جاتها قاصحه شويه ولكن فرحات من الداخل انه اخيرا غادي يخدم وغادي يعاونها وغادي نتعاونوا بزوج على الزمان. وافقات السعديه على هذه الخدمه، الراجل ديالها كيمشي وكيخدم، كيبقى يجي الاخوان مره في الشهر مره في شهرين. المهم عام الاخوان يقدر يكون جا فيه شي 5 المرات ولا 6 المرات. واحد المره الاخوان كتجي عندها الصديقه ديالها للدار كتجلس معاها، قلت لها الزوج ديالك راه مزوج عليك في الدوار اللي مقابل مع الدوار ديالنا. السعديه الاخوان تصدمات، ما قدرتش تسيق داكشي اللي قالت لها صاحبتها، داكشي اللي قالت ليها صاحبتها، قالت غير كتكذب ولا ما باغا تفارق بيناتهم ولا شي حاجه بحال هكا، بغات تمشي وتاكد بيديها. وفعلا الاخوان السعديه مشات لذاك الدوار وسولات الناس وسولات الفقيه ديال داك الدوار، واكد ليها بلي فعلا الزوج ديالها راه تقريبا اكثر من 7 شهور هو مزوج بواحد السيده تما. تما الاخوان السعديه دمرات الحياه ديالها، دخلت في الحاله اللي ما تبغيهاش لاي واحد الاخوان. اكثر من 5 سنين ولا 6 سنين مسكينه وهي صابره مع داك الراجل، هي اللي خدامه، هي اللي مربيه ديك البنت، وهي اللي كتصرف عليه وصابره على هذا الشيء كله غير باش ما تطلقش وترجع لعند والديها، وفي الاخر كيجازيها بهذا الشيء هذا. المهم الاخوان السعديه قررت انها تخلي هذا الشيء في قلبها وبقات صابره وعايشه في هذا الشيء هذا. المهم الاخوان كان العيد الكبير والراجل ديالها جا، كتجي عندها الصديقه ديالها للدار قالت لها راجلك راه جا وراه شفتو كيسرح ليها في واحد البلاصه، قالت لها سيري من الاحسن وهضري معاه ما حدو بوحدو وعرفي من عنده الحقيقه، ما ربما تكوني فاهمه الامور غالطه ولا يكون شي سر. السعديه قالت لها ما بينيش وبينه دبر راسو انا ما سوقيش فيه. الصديقه ديالها كتخرج، السعديه كتمشي للبلاصه فين كاين راجلها، كيبان ليها الراجل من بعيد الاخوان مجبد، قالت راه ربما راه ناعس، وشافت واحد الحوليه الاخوان كينطح فيه. تما السعديه مشات كتجري كتلقى الراجل ديالها كامل الدم، وكتلقى الحولي الكرون ديالو عامر بالدم. فاش جات تغوت لقات السيد مات، بقات كتغوت جاو الجيران جاو الجدرميه الاخوان كيلقاو السيد مات، كيقلبوا كيديروا البحث ديالهم الجدرميه كيلقاو بلي ان السيد عنده ضربه ديال القرون
وكيلقاو الحولي فيه الدم، ما كيلقاو حتى شي دليل واحد اخر، كيكتبوا في الرابور ان السيد نطحو حولي وتوفى. المهم تسدات القضيه الاخوان. دازت 3 سنين. واحد النهار الاب ديال السعوديه كان مريض بزاف وشاد الفراش، حس بالموت، عيط على كاع الجيران وعيط على بنته وعيط على المقدم ديال الدوار ديالهم، قال لهم انا حس براسي الموت دخلاني وراني مخبع معايا واحد السر 3 سنين، ما بغيتش نموت وندي معايا هاد السر. الناس كاملين تصدموا، اشنو مخبع؟ السعديه بيدها تصدمات. قال لهم اللي قتل الراجل ديال مراتي السعديه هي السعديه، السعديه هي اللي قتلاته وهي اللي انتقمت منه لحقاش تزوج بمراه واحده اخرى. هنا كلشي تصدم الاخوان، جاو المخزن داو السعديه وداوها بقاو كيديروا معها التحقيق. هنا اعترفت السعديه بالجريمه ديالها، قلت لهم باللي بصح انا اللي قتلته وانا اللي صفيتها ليه، لحقاش هذا الراجل اكثر من 6 سنين وانا صابره معاه، ما كانت عنده حتى شي حاجه. انا اللي كنت كنخدم وكنت كنخرج وكنتكرفس وكنخدم في الديور وكنخدم في الفريصه وكنخدم في اي حاجه، وكنقيل النهار كله في الطريق، كنتسنى اللي يجي يشري من عندي اللبن واللي يجي يشري مني سايكو باش نجي في العشيه وندبر عليه يمشي يشري البليه ونكبر بنتي. وفي الاخر ما يعني هذا السيد هذا ما عطاني حتى اعتبار، وباش غادي يجازيني هذا السيد هذا غادي يمشي وغادي يتزوج عليا بمراه ثانيه. ما قدرتش نصبر، وفعلا فاش جات صاحبتها وقالت ليها بلي راجلك جا، مشات ودات معاها واحد الزرواطه وجاتو وضرباتو الاخوان، وبقات كضرب فيه حتى ولا كله دمايات، وشدات داك الخروف وجابته وعمرت له وجهه كامل بالدم الاخوان، على اساس انه هو اللي قتله. وما شافتش بلي الاب ديالها كان واقف في واحد البلاصه وشاف القصه كامله الاخوان، شاف كيفاش بنته السعديه قتلت الراجل ديالها وصفتها ليه، ولكن بحكم انه كانت عنده عزيزه، يعني البنت اللي كانت كتصرف عليه وكانت يعني موفره ليه السكن، ويعني كانت عنده البنت الوحيده، كانت عنده عزيزه بزاف، يعني ما قدرش انه يشكي بها. ولكن يا الاخوان فاش قرب يموت ما قدرش انه يدي معاه هذا السر هذا الاخوان، قرر انه يعترف بشنو دارت بنته السعديه. وكانت هذه هي القصه ديالنا الاخوان. كيف ما كنقولوا الاخوان، اللي خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. وكيف قلت في الاول الاخوان، لا شفتوا شي جوج متفاهمين عرف باللي الحمل على واحد، والحمل كان في هذه القصه الاخوان على الاخت السعوديه، يعني ضحات بزاف، 5 سنين من حياتها وهي مضحيه على ود هذا الراجل المسكين، ولكن ما عطاها حتى شي اعتبار. وكانت هذه هي النتيجه، ما قدرتش مسكينه انها تمالك النفس ديالها وقتلت الزوج ديالها ومشات للسجن وهو مشى لعند الله. كنتمنى الاخوان تكون عجبتكم القصه ديال اليوم. الى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك وتشتركوا في القناه باش تدعمونا نزيدوا لقدام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.